أهلا بيك في تجربة الملخصات الخارقة، وجهتك الأولى لملخصات الأفلام وقريبا الأولى في الوطن العربي. بتحب الأكشن؟ هتلاقي. بتعشق الرعب وحبس الأنفاس؟ برضه هتلاقي. حتى لو مودك دراما وحكايات أرض الواقع برضه موجود. ولو عايز تعيش قصة رومانسية طلبك عندنا. هنا هتلاقي ملخصات أفلام، مسلسلات وحلقات خاصة. باختصار كل اللي قلبك يحب نتجمع هنا. جهز لي بقى نفسك والبس سماعاتك واستعد للي جاي. اضغط الاشتراك دلوقتي وفعل الجرس واستنى العظمة اللي جاي. فيلمنا النهاردة بيبدأ في عالم الديناصورات، وفي العالم ده بنشوف مجموعة من الديناصورات النباتية، وبنفهم إن هما بيتغذوا على النباتات وأوراق الشجر وبيكونوا مسالمين وعايشين مع بعض حياة سعيدة جدا. ومن ناحية تانية بنشوف الأمهات وهما بيخلوا بالهم من البيض بتاعهم، وفي الوقت ده بيجي ديناصور صغير وبيفضل يلعب جنبهم، وساعتها أم من الأمهات بتخاف من إنه يكسر البيض وبتحاول إنها تبعده بعيد عنهم. ولما الديناصور الصغير ده بيشوف طائر معين بيحاول إنه يلعب معاه، ولكن الطائر ده بيخاف منه وبيسيبه بيطير، فبيفضل الديناصور الصغير يجري وراه لحد ما بيوصل لغابة بعيدة. وهناك الديناصور الصغير بيتصدم لما بيشوف ديناصور شكله مرعب ومخيف جدا. وفي الوقت ده بنفهم إن في فصيلة من الديناصورات اسمها كارنوتوروس، وإنها فصيلة متوحشة ومفترسة جدا، وإنها كمان بتتغذى على اللحوم لدرجة إنهم ممكن ياكلوا بعض. وفي الوقت ده الديناصور الصغير بيجري بسرعة وبيحاول إنه يهرب من الغابة، ولكن ديناصور الكارنوتوروس المتوحش بيجري وراه وبيفضل يطارده لحد ما بيوصل لمكان مجموعة الديناصورات. وهناك بينتشر الذعر ما بين كل الديناصورات اللي بيخافوا جدا وبيحاولوا إنهم يهربوا منه. وأثناء اللي بيحصل ده ديناصور الكارنوتوروس المتوحش بيدوس على عش البيض وبيدمره، ولكن لحسن الحظ بتكون في بيضة واحدة منهم لسه ما اتكسرتش، وساعتها ديناصور الكارنوتوروس المتوحش بيقدر إنه ينقض على ديناصور ضعيف وبياكله. وفي الوقت ده بيجي ديناصور مفترس تاني وبياخد البيضة وبيمشي وبيدخل الغابة بسرعة وبيحاول إنه يكسرها ولكنه ما بيقدرش. وفجأة بيجي ديناصور تاني وبياخدها منه علشان ياكلها، وبيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا عليها لحد ما بتقع منهم في البحر. وساعتها بيجي حيوان بحري شبه التمساح وبيقرب من البيضة علشان ياكلها ولكنه ما بيلحقهاش، وبتعدي البيضة دي من قدام مجموعة تانية من الديناصورات ولكنهم هما كمان ما بيقدروش يمسكوها، وبتفضل البيضة دي عايمة على المية وبتتنقل من مكان لمكان لحد ما بيجي طائر وبيمسكها وبيفضل طاير بيها لمسافة طويلة جدا لحد ما بيوصل لعش طيور صغيرة واللي بيطيروا وراه وبيروحوا له علشان ياخدوها منه. وساعتها الطائر بيتشتت وبيوقع البيضة بالغلط في جزيرة القرود، وفي الجزيرة دي بنشوف عيلة من القرود اللي بينبهروا جدا لما بيشوفوا البيضة دي. وفي الوقت ده بنشوف القردة اللي اسمها بليو واللي بيكون معاها أولادها اللي اسمهم سوري وزيني، وبنشوفهم وهم مستغربين جدا من شكل البيضة، وبتروح بليو تقرب منها علشان تعرف هي بيضة ايه. وساعتها والدها زعيم القرود اللي اسمه يار بيفضل يحذرها، ولكن بليو ما بتهتمش بكلامه وبتقرب من البيضة أكتر. وفجأة البيضة بتبدأ تفقس وبتفضل بليو تتفحصها باستغراب، وفي الوقت ده يار بيقرب منها وما بيكونش عارف هي دي بيضة ايه. وساعتها بيتصدموا كلهم لما بيكتشفوا انها بيضة ديناصور صغير، وبيترعب يار وبيقول لبليو ان ده ديناصور مفترس، وبيفضل يحوف باقي القرود وبيقول لهم ان الديناصورات هجمتهم كتير جدا قبل كده. فبتقول بليو ان بتديله الديناصور وبتطلب منه انه هو اللي يتخلص منه بنفسه. وساعتها يار بياخد الديناصور وبيحاول انه يرميه من فوق الشجرة، ولكنه قبل ما يعمل كده بيبص عليه وبيتعاطف معاه وما بيكونش هو كمان قادر انه يتخلص منه. وفي الوقت ده بتيجي بلاي وبتقوله انهم لازم يحتفظوا بيه ويخلوا بالهم منه، وانهم هيعلموه ازاي يعيش زيهم علشان يكون ديناصور نباتي. وفعلا بلايو بتعمل كده وبتربيه وسط اولادها وبتهتم بيه، وبتقرر انها تسميه ألادار. وبعد فترة طويلة بنشوف ديناصور عملاق وهو بيهاجم 3 قرود صغيرين، واللي بيفضل يجري وراهم لحد ما بيمسك واحد منهم وبياكله، وبيقدر انه يحاصر القردين التانيين. وفي الوقت ده بنكتشف ان الديناصور ده هو ألادار، وبيطلع انه ما كلش القرد ولا حاجة وانه كان بيلعب مع القرود الصغيرة مش اكتر، وبيفضلوا كلهم يلعبوا مع بعض وهم فرحانين جدا. وفي الوقت ده بتيجي بلايو وبتفضل تراقبهم من بعيد، وبيظهر عليها انها فرحانة جدا بألادار، واللي بتروح له وبتعرفه ان موسم التنادي على القطيع، وبيقول لهم انهم لازم يستنوا اصدقائه وانهم ممكن في مرة يكونوا هم اللي مكانهم. فبيتعصب كرون جدا وبيهاجم ألادار وبيوقعه على الارض وبيهدده انه هيقتله لو حاول يتدخل مرة تانية، وبيمنع نيرا من
إنها تساعد ألادار وبياخدها وبيمشي. فبيقوم ألادار بسرعة وبيروح علشان يحذر أصدقائه وبيقول لهم إن ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة قريبين جدا منهم. وبينطلق ألادار هو وأصدقائه علشان يهربوا بسرعة. وبالليل بنشوف ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة بعد ما وصلت للمكان اللي القطيع كان موجود فيه، وبيروحوا يشربوا من المية وبيستعدوا علشان يكملوا طريقهم. وفي مكان تاني بنشوف ألادار وأصدقائه وهم ماشيين لوحدهم، ولأنهم بطاء جدا بيكون القطيع بعيد جدا عنهم، واللي بيتخضوا لما بيسمعوا صوت غريب خارج من الكهف اللي جنبهم. ولما ألادار بيجي يقرب من مصدر الصوت بيكتشف إنه بروتون، واللي بيظهر وهو مصاب ومش قادر يتحرك. فبيقرب ألادار منه وبيقرر إنه يساعده علشان ياخدوا معاهم، فبيقوا بيهاجموهم. ولما ألادار بيجي ينقذ إيما ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة بيهاجموه وبينقضوا عليه وبيكونوا خلاص على وشك إنهم يقتلوه. ولكن فجأة بيجي بروتون وبيدافع عنه وبيأمر ألادار إنه يهرب مع أصدقائه، وبيعرفوا إنه هو هيحاول يشتت ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وفعلا ألادار بيهرب مع أصدقائه وبيجروا جوه الكهف. ولما بروتون ما بيلاقيش حل بيروح يخبط في صخرة، وده علشان يفصل ما بين أصدقائه وما بين ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وبينهار الكهف وبتقع الصخور على بروتون وديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وساعتها بروتون بيكون قرر إنه يضحي بنفسه علشان الباقي يعيش، وبكده بيكون بروتون اختار إنه يموت ولكن وهو بطل. وبعد ما الكهف بينهار ألادار بيروح لبروتون اللي بيكون للأسف خلاص مات، فبيحزن ألادار جدا عليه. وفجأة بيلاحظ إن حد من ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة لسه عايش، وبيقرر إنه ياخد أصدقائه ويهرب بسرعة. ومن ناحية تانية بنشوف ديناصور الكارنوتورس المتوحش وأثناء ما هما ماشيين ألادار بيسمع صوت غريب خارج من الأرض وبيطلب من بيلين إنها تتحرك من مكانها. وبيفضل ألادار يحفر مكان أثر رجلها، وفجأة بتظهر المية وبتخرج من الحفرة. فبيفرح ألادار هو وبيلين وكمان القرود وبينادوا على إيما علشان تشرب. وبيفضل ألادار يعمل صوت عالي علشان يلفت انتباه القطيع وبينادي عليهم علشان يجوا هما كمان يشربوا. ولما القطيع بيقرب من المية كرون بيتدخل وبيمنعهم من الشرب وبيفضل هو يشرب لوحده. وفي الوقت ده ألادار بيحاول إنه ينظم القطيع، وبتكون نيرا واخدة بالها منه وشايفة اللي هو بيعمله. وفي مكان تاني بنشوف بروتون والمساعد بتاعه وهم بيدوروا على مكان فيه مية. وفي الوقت ده بنشوف ديناصور الكارنوتورس المتوحش وهو بيراقبهم من بعيد. وفجأة بيظهروا 2 من ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة وبينقضوا على بروتون والمساعد بتاعه وبيهاجموهم بمنتهى العنف. وبنرجع بعدها تاني لقطيع الديناصورات وبنشوف ألادار وهو بيحاول يطمن الديناصورات الصغيرة وبيساعدهم وبيشربهم من المية. وفي الوقت ده نيرا بتكون مراقباهم من بعيد وبيبان عليها إنها معجبة جدا بألادار، واللي بتقرب منه وبيفضلوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض. وساعتها ألادار بيقول لها إنهم ما ينفعش يسيبوا الديناصورات المريضة والضعيفة ويمشوا. ووقتها نيرا بتقوله إن دي هي طبيعتهم وإنهم لازم يتخطوا المصاعب دي. ولكن ألادار بيقنعها بكلامه وبيشربوا هما الاتنين مع بعض المية. ووقتها بيظهر على كل واحد فيهم إنه معجب بالتاني. ولما القرود بيشوفوا ألادار ونيرا بيفرحوا جدا، وده لأن ألادار ممكن يكون لقى شريكة حياته. ومن ناحية تانية بنشوف كرون وهو بيراقبهم من بعيد وبيبان عليه إنه متضايق جدا. وفجأة بيجي المساعد اللي كان مع بروتون وبيقول لكرون إن ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة قريبة جدا منهم. فبيقول لكرون إن ده مستحيل يحصل، وده لأنهم ما جوش هنا قبل كده، وإن الظاهر إن النيازك طردتهم من المكان اللي هم كانوا عايشين فيه. وفجأة هما الاتنين بيسمعوا صوت ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة وهي بتقرب منهم، وبيتعصب كرون جدا وبيزعق مع المساعد، وده لأنه بكده عرفهم مكان القطيع وبيأمروا إنه يحرك القطيع بسرعة قبل ما ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة تقرب منهم. وفي الوقت ده ألادار ونيرا بيروحوا لكرون وبيطلب ألادار منه يستنى لحد ما يعرف أصدقائه إنهم لازم يتحركوا. ولكن كرون بيرفض الفكرة وبيقوله إنه هو لازم يضحي بيهم علشان باقي القطيع يعيش. فعلا، وقالوا الصبح بعد ما يرتاحوا ويناموا هيتسلقوه. بس كرون ما يعرفش ان الجبل محدش هيعرف يتسلقه من الناحية التانية لان خطر في النزول. وألادار راح ينبههم لده ويقول لهم على الطريق الجديد. وفي الطريق شاف كيراتورس بيدور على القطيع ولقى واحد ضعيف منهم الكيراتورس راح كاله. ألادار قال الحق اوصل بسرعة قبل ما هو يوصل لهم. ولما صحيوا الصبح كرون قال لهم يلا اطلعوا شدوا حيلكوا، الصغيرين دول هيعرفوا يطلعوا، شوفوا الصغيرين
شايفين وهم بيطلعوا الجبل، يطلعوا ويعملوا زيهم. يلا ارض المأوى وحياتنا ومستقبلنا ورا الصخور دي، يبقى هنستنى ايه؟ بس هما ما كانوش عارفين يطلعوا، ولما جم يحاولوا كان ألادار وصل وقال لكرون ابعد القطيع من هنا، كيراتورس جاي. بس برضه كرون كان عاوزهم يطلعوا. ألادار قال له انه وصل لأرض المأوى وفي طريق امان، لو اتحركنا دلوقتي وكيراتورس مش هيلحقنا، وكمان الطريق ده امان لكل القطيع، يلا